الأشعة يا دكتور. شكرا. ايه ده؟ معقولة؟ طبعا الدكتورة هناء هي اللي عملت العملية امبارح. الهانم كانت بتولد وهي نايمة، ما بقاش في حد بيشوف شغله مفقود، محدش بيراعي ضميره، وانا ناقصة اهمال؟ ايه ده؟ ده اهمال كبير يا دكتورة هناء. الاشعة وضحت جسم غريب في بطن المريضة. ايوه يا دكتورة هدى، والله العظيم ضغط الشغل كان كبير. مهما كان الضغط ما يوصلناش للاهمال ده. دي صحة وارواح ناس، انت متحولة للشؤون القانونية يا دكتورة. كل اللي انت عايزاه تقوليه في الشؤون القانونية، ومن دلوقتي انت موقوفة عن العمل لغاية ما التحقيق يخلص. سمعتوا يا اساتذه اخر الاخبار؟ خير. اسمعوني بقى. ايه فتحت عكا؟ لا، ده مراد بيه واضح ان هو اللي هيفتحها. ليه؟ عمل ايه؟ اولا ركن على الرف مدير شؤون العاملين. غريبة، ده الراجل بتاعه من زمان ودراعه اليمين. اهو ضحى بدراعه اليمين وجاب مكانه ابراهيم العزب. وثانيا بقى يا سيدي، بلغني حالا بإلغاء كل بنود التهاني والتعازي نهائيا. قال ايه؟ دي هيئة اعتبارية، واللي عايز يعمل واجب شخصي يعمله من ماله الخاص. غريبة أوي، ايه اللي جراله وغيره فجأة كده؟ الأستاذ ممدوح يا فندم. خليه يتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل يا أستاذ ممدوح. اتفضل اقعد يا استاذ ممدوح. العفو يا فندم. يا راجل بقول لك اقعد. تحت امرك يا مراد بيه. انا عارف كويس قوي كل حاجة في الهيئة دي يا استاذ ممدوح، وعشان كده اخترتك انت. النهاردة انا اصدرت قرار بتعيينك مدير مكتب رئيس الهيئة. انا مش عارف اشكرك ازاي يا مراد بيه على الثقة دي. طبعا انت هتبتدي تمارس مهام نشاطك ده من النهارده، وبرضو انا عارف كويس قوي حجم الحرب اللي انت ممكن تتعرض لها. انا مش عايز اي قرار يطلع من مكتبي ده الا ويمر عليك انت، تدرسه كويس، تفكر فيه كويس، وتبلغني برأيك فيه. اذا وجدت فيه اي تناقض مع مصلحة عامة او اي خطأ فني ما مالي أو إداري تبلغني فورا. هي دي أمانة المسؤولية اللي أنا مستنيها منك. تقدر تساعدني؟ ان شاء الله يا مراد بيه اكون عند حسن ظنك. من دلوقتي أنت معاك تفويض كامل باسمي، وأي مشكلة تعرض قدامك أرجوك تبلغني بيها فورا. وخلي بالك المشوار طويل قوي يا استاذ ممدوح. انا عايزك تعيد هيكلة الهيئة دي بالكامل، وعايزك تختار الناس اللي ممكن يساعدونا، الناس اللي ممكن يدوا للهيئة دي دفعة كبيرة قوي لقدام. وربنا يوفقنا. اللي عملتيه ده اسمه اهمال، واهمال كبير كمان، والحمد لله ان الست ما جرالهاش حاجه. غصب عني يا دكتورة. مش عايزه اسمع الكلمه دي تاني، مفيش حاجه اسمها غصب عني. المفروض انك دكتوره ومسؤوله عن ارواح ناس. والله يا دكتورة ما عارفة ده حصل ازاي. انا اترجيت اهلها عشان ما يرفعوش قضيه عليكي وعلى المستشفى. يا دكتورة ضغط الشغل كان كتير والحالات كانت صعبة، وصدقيني ما كانش فيه اهمال ولا حاجة. اوعدك يا دكتورة تكون اخر مرة. استاذ فؤاد، كمل اجراءاتك القانونيه واعمل تقرير بالحاله وارفعه للوزاره. القرار بعد كده هيكون قرار الوزاره والنقابه. تحت امرك يا مراد بيه. الملف ده في توكيل خاص رسمي موثق في الشهر العقاري، وبيحتوي على مجموعة بيانات بخصوص شقة على النيل. خلي الملف معاك لحد ما اقولك هتعمل بيه ايه بمقتضى التوكيل.
ايوه جاي الشاي الحلو جاي كله على كله لما تشوفوا. انا سعاده الباشا. اهلا بيك. الواد سالم فين؟ هو مع الدكتور، اصل في مشكله كده عشان في اكل تعبان جدا. اسد وتعبان يا باشا كله بيتعب يا باشا، حيوانات بتتعب، بني ادمين بتتعب، وكله ماشي على السلك. سلك؟ بعد اذنك يا باشا. يا ابني حاول تاكله اي حاجه، ده بقاله يومين ما داش الزاز. مش ممكن. مراد. اهلا يا سالم. ازيك؟ ازيك يا سمرة؟ نحمد ربنا يا مراد بيه. معلش يا مراد اخويا، اصل الاسد كان جعان وتعبان ومش راضي ياكل. الراجل ما هو شغال اكل اهو، ما بطلش اهو. ما هو اصل الحارس الغابي بتاعه بعده عن وليفته، حطها في قفص تاني، وانا بقى لا مؤاخذه قعدت حيران مش فاهم العله فين. اسمع ما اقول لك. ايوه يا ريس. ده ما يتعملش تاني. اوعى تبعد اسد عن وليفته مره تانيه لحسن يبطل ياكل لغايه ما يموت. حاضر يا ريس. يلا اتفضل انت. امال البني ادمين لما يبعدوا عن اللي بيحبوهم يحصل لهم حاجات كتير، بس انا خايف اقول اللي في قلبي. رايق قوي يا اخويا، ولا بيهمك اسد ولا بني ادمين. والله بيهمنا يا عم العمده، بس يعني خايف اقول اللي في قلبي. سمرة دي تعزك قوي. انت حاسس بكده؟ انت شايف ايه؟ انا شايف كده برضو يعني. طب مستني ايه؟ والله ما انا عارف، يمكن الزمن، يمكن مستني الظروف، مش عارف. سيبك مني، خلينا فيك. عملت ايه يا صاحبي؟ ازاي كنت اقول لبنتي ان الشقة دي كانت رشوة؟ ازاي بس؟ مستحيل اقول لحد تاني غيرك الكلام ده. طب هتقول لهم ايه بس؟ هتلاقي سبب تقنعهم بيه ازاي؟ مش عارف، الكل بيطلب مني المستحيل. لو انا اديت الشقة دي لميرفت بنتي ابقى ما عملتش حاجة، ومش هقدر اعيش مرتاح طول العمر. بالراحة على نفسك وعليهم يا اخويا. مش عايز اسيب حاجة تتعلق يا سامي، ولا اي حاجة متأجلة في حياتي. المشكلة ان انت بتديلهم كل اللي بنيته. مفيش حل تاني يا سامي. اللي يعمله ربنا هو اللي يكون. انت لما وقفت في وش خالد عشان البنت اللي عايز يخطبها بسبب انها مش من توبنا وما تناسبناش، قلنا ساعتها ممكن يكون ده سبب مقنع، وبعدين رجعت وقلت لا، ده راجل ومش اي راجل، بحكم موقعه ده بيمثل المجتمع. لكن دلوقتي مستقبل بنتك اللي بيتهد من غير اي سبب لما تروح تسكن في عشه وياخدها بالهدوم اللي عليها. ما حدش قال تروح تسكن في عشة ولا ياخدها بالهدوم اللي عليها، ما تأخذنيش، ده مجرد كلام مجازي زيادة عن اللازم. انت ابوها يا مراد، والبنت ليها حقوق عندك، وبعدين احنا لينا مستوى ولازم نحافظ عليه، والبنت كمان اتعودت على المستوى ده. ما اختلفناش، بس انا ما اقدرش ابقى حسن النية زيك. انا لازم احتاط لكل الشكوك اللي شايفها قدام عينيا. بس البنت منهارة وحياتها هتتلخبط، انت ايه اللي جرالك فجأة كده؟ انا ما اقدرش اسيب بنتي مع شخص ممكن يكشف فجأة عن وجه ما كناش شايفينه كويس قبل كده، يشوف له مصلحة صغيرة ينهبها ويجري. الكلام اللي بتقوله ده متأخر قوي، انت ليه ما قلتش الكلام ده من بدري؟ جاي دلوقتي تهد احلام البنت؟ انا بحمي كبرياء بنتي